وتالت لغز معانا يخص هرم خوفو. طبعا يعتبر الأهرامات عموما وهرم خوفو خصوصا بيعتبروا من أشهر الألغاز الفرعونية واللي بتواجه العلماء لحد يومنا ده، واللي نقدر نقول إن هرم خوفو لوحده مليان ألغاز كتير صعب طبعا إن احنا نتناولها كلها في حلقة مدتها دقايق. لكن الأغرب من كل ده إن العلماء الآثار في أوائل القرن العشرين قالوا إن الهرم الأكبر اللي بناه الملك خوفو أشهر ملوك الأسرة الرابعة، إلا إن علماء الآثار في الوقت المعاصر بدأوا ينشروا نظريات ودلائل إن اللي بنى الأهرامات مش المصريين القدماء أساسا، وإن القدماء المصريين لقوها زيهم زي باقي الناس ومش معروف مين اللي بناها أصلا. ويمكن أشهر دليل بيقولوه العلماء الآثار في الموضوع ده إن لحد دلوقتي لم يتم العثور على موميا للملك خوفو ولا أي حاجة تخصه غير تمثال من العاج طوله أقل من 9 سم، لكن حتى الكلام ده ملوش لحد دلوقتي عليه أي دليل